هذا الفيديو غادي نهضروا على العلاقة ديالنا بالدين، وغادي نعرفوا بعض الحوايج اللي ممكن اننا نطوروا بهم العلاقة ديالنا مع الله عز وجل. اذا خليكم معنا. أوساكا. السلام، معكم اوساكا. كنتمنى انكم تكونوا بخير، عائلاتكم يكونوا بخير. كنتمنى تكونوا كدوزوا وقيته زوينه في خدمتكم، في قرايتكم، في اي حاجه كديروها. اولا كنبغي نقول لكم رمضان مبارك سعيد، ان شاء الله يدخل عليكم بالخير وبالسلامه، وان شاء الله يتقبل لكم الله في جميع الاعمال ديالكم والصيام ديالكم والقيام ديالكم. اذا نبداو. كما كتعرفوا الشباب، العلاقه ديالنا مع الله واحد العلاقه اللي وطيده بزاف، واحد العلاقه اللي مبنيه على عبد والخالق ديالو. وحنا كما كتعرفوا عندنا بعض العبادات اللي بها باش كنتقربوا من الله عز وجل، واللي الاساس ديالها هي الصلاه، ولذلك الصله اللي كتربطنا مع الله عز وجل. فاذا اشنو هما الحوايج اللي ممكن نديرو باش اننا نطوروا من راسنا في الجانب ديال العبادات؟ اذا باش نكونوا بعدا متفاهمين، هو ان شهر رمضان هو واحد الفرصه، هو واحد الفرصه باش نتقربوا بزاف من الله، حيتاش غادي تكون البيئة والجو مساعدينك بزاف، زيادة على أن أبواب النار كيتسدوا والأبواب ديال الجنة كيتفتحوا والشياطين تصفد. يعني حتى اللي ما كانش متقرب بزاف من الله في هذا رمضان غادي يولي قريب من الله عز وجل بزاف. ولكن حنا خصنا نلعبوا حتى على بعد رمضان، يعني كيفاش نبقاو محافظين على هاد الشيء هذا حتى من بعد رمضان. بكل بساطة هو أنك خصك تكتسب واحد العادة ديال العبادات تبقى كديرهم كل نهار. الصلاة بلا ما نهضروش عليها، هذيك راه مفروغ من الفرائض، هذوك ديما خصك فهمتيني يكونوا في الوقت، ما خصك تعطلهم بوالو، زيادة على بعض النوافل، ومرة قيام الليل، ولا علاش لا يوميا قيام الليل. غير هو حاول ما أمكن الإنسان اللي عاد باغي يبدا يحاول انه يبدا بالمينيموم، يبدا على الاقل غير بالفرائض. الا صليتي غير الفرائض ديالك على اكمل وجه ودرتي واحد شويه ديال الذكر، راه مزيان، راه بدايه موفقه بالنسبه لشي واحد نقدروا نقولوا كان بعيد بزاف على الطريق ديال الدين. راه مزيانه لهاد البدايه هذه. يعني الشباب كنتمنى انكم تبداو بالساهل، عاد ديك الساعه ندوزو لمراحل متطوره من التقرب من الله. يعني من بعد ما كان نضمنوا بعد الفرائض ديالنا واحد شويه ديال الذكر في النهار، نبقاو كنزيدوا كل نهار واحد شويه. مثلا نبقاو نزيدوا واحد شويه ديال القران، ايات من القران نبقاو نقراوهم. وديما نبقاو نديروا واحد الوقت، ديما من بعد كل صلاه مثلا، ولا واحد الوقيته في الليل اللي تبقى انت فين ما كتوصل ديك الوقيته، يعني راه خصك تقرا فيها. فهمتيني؟ كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا القصد ديالي. يعني انت بحال كنتي باغي تربي واحد العاده ديال القراءه، كما كان اللي قريتي وكما كنقول لكم بقاو ديما حاولوا تبداو بالمينيموم، على الاقل غير باش تولفوا الدماغ ديالكم باش يبقى يقرا ويبقى يولف داك الجو ديال القران وديال الجو. وصراحه راك الا بديتي تمشيتي تبديتي في القران راك ما غادي كاع تسخى به. يعني الانسان يحاول يدير واحد العاده، يحاول ديما يحاول يدير واحد الحوايج يكونوا مضبوطين في واحد الوقت، يعني ديما كتعاودهم في نفس الوقت. وانتم راكم عارفين كتحتاج منا فقط 21 يوم لو بغينا نكتسبوا شي عاده، ورمضان فيه 30 يوم، يعني غادي تكتسب ديك العاده اللي بغيتي تكتسب. يعني اللي باغي يكتسب شي عاده في الجانب الديني راه هذه هي الفرصه، عندك 30 يوم 100% غادي تقدر تكمل هذيك العاده من بعد رمضان. وإلا كملتها من بعد رمضان فصافي راك ربحتي في الحياه، وغادي تمشي مزيان في حياتك، في قرايتك، في اي حاجه. الا طورتي من العلاقه ديالك مع الله، والعلاقه ديالك مع والديك، والعلاقه ديالك مع المحيط ديالك بصفه عامه، ولكن اهم حاجه هي العلاقه ديالك مع الله. اذا شلت تصلحات هذه العلاقه ولات قويه، فكنأكد لكم بأن جميع مناحي الحياة ديالكم وجميع النواحي ديال الحياة ديالكم غادي تصلحوا مع الوقت. يعني الشباب كما قلنا نربيو واحد العادة في هذا رمضان، ما نخليوش هذا رمضان يدوز هكاك. هذه راه فرصة كتجي مرة في العام، خصنا نستغلوها أحسن استغلال. وكما قلت لكم نبداو بالمينيموم في الأيامات الأولى،
نبداو بالمينيموم ومن تما نبقاو غاديين كنطلعوا في الريتم ونطلعوا شويه في العبادات ديالنا. مثلا نوليو مره نخرجوا الزكاه، مره نصدقوا، مره نديروا قيام الليل يكون شويه طويل، مره نحاولوا انا نقراو واحد البركه لا باس بهذه القران. نحاولوا اننا نطوروا، محد حنا كنطوروا وحنايا كنزيدوا نتلذوا بديك القرب ديالنا بالله عز وجل. وراه هادشي كامله راه كيصب في الصالح ديالنا، راه حنا اللي كنحتاجوا الله، راه ماشي الله اللي كيحتاجنا. اذا الشباب، الا بغيتي تنجح في حياتك خاصك تطور العلاقه ديالك مع الله. الاغلبيه دابا ديال الناس اللي كتلقاهم ما دايرين والو في حياتهم، اللي كتلقاهم فهمتيني مكتئبين، ديما كيقول لك انا راه كنفكر بزاف، انا راه كنفكر في المستقبل، انا هادي مشكل مهموم، كتلقاه اصلا بعيد على الله. كتلقاه كيتفكر داكشي غير في المناسبات، ما كايناش شي حاجه مستمره، شي حاجه دوريه. راه كنقول لكم بان العادات راه هي كل شيء. راه الا ما كانتش عندك عاده كديرها على الاقل كل سيمانه، كل 15 يوم، كل هادي، راه ما غادي دير والو. العاده هي اساس النجاح. كنعاود نقولها، العاده الا اكتسبتي عاده ايجابيه في هذا رمضان فراه غادي تمشي معك. اكتسبتي عاده سيئه غادي تمشي معك ديك العاده السيئه، وانت عندك الاختيار. عطاك الله واحد العقل انك تفكر به. بغيتي تمشي مزيان في حياتك راه عندك فرصه، ما بغيتيش تمشي مزيان في حياتك راك عارف كلشي قدامك. يعني راه حنا اللي كنقرروا، راه المصير ديالنا بيدينا حنا، ما كاينش شي واحد كيقرر في بلاصتنا. راه كاين شي حوايج حنا مسيرين فيهم وكاين شي حوايج مخيرين فيهم. وكنتمنى انك ما تكونش مخير في المساله ديال التقرب ديالك من الله، حيتاش هذيك راه ماشي شي حاجه اللي هذيك شي حاجه اللي مفروغ منها. وكنتمنى انك ما تاخذهاش كانك مخير. باقي جوانب الحياه ديالك تقدر تكون مسير فيها وتقدر تكون كيديك واحد القدر ومكاتب، ولكن في المساله ديالك مع الله، بينك مع الله، فراك نتايا ماشي مخير. اذا الشباب، مره اخرى كنعاود نقول لكم رمضان مبارك سعيد. ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه. وكنتمنى انكم تكونوا فهمتوا القصد ديالي وفهمتوا الهضره ديالي. ان شاء الله مازال غادي يكونوا حلقات في هذا الشهر الكريم اللي غادي ينفعوكم واللي غادي يكون فيهم ترفيه وبزاف ديال الحوايج غيتسناونا. كنتمنى انكم تتفاعلوا مع هذه الحلقه هذه. نتلاقاو في الفيديو الجاي.